بعزيك، بعزي شعبنا العظيم النهارده في شهدائنا النهارده. جريمتين إرهابيتين نفذتا اليوم ضد الشعب المصري. استاذ احمد، اولا انا بعتبر ده من اسود الايام في تاريخ مصر، لان ضحايا حرب 73 مع اسرائيل لم يكن بهذا العدد. ولو انت لاحظت الشهداء والمصابين هتلاقي زي ما في بطرس هتلاقي في احمد ومحمد. فالارهاب لم يفرق بين مسلم ومسيحي. القصه اصلا مش مستهدفه للاخوه المسيحيين، هي مستهدفه مصر. لكن طول ما في رخوه ايد ضعيفه بيحصل ده كل يوم. واسالني بقى ايه الضعيفه وايه الرخوه؟ بص يا بيه، في عندك في البرنامج عندك لما استضفتني جاي بس نرجع عشان هذه مشاهد الموجعه يا احمد بعد اذنك. حاضر. نرجع لبعض بس. حاضر. اتفضل. ارجع لنا يا يوسف. لما حضرتك استضفتني من حوالي شهر انا فاجئتك بمواد في الدستور قنابل حطيتها البرادع واعصابته اللي البرادع اختارها تعمل الدستور. كلامي واضح. اللي عمل الدستور برادع واعصابته. ولما رفضت احلف على في المجلس النواب على هذا الدستور اللي قنبله موجوده بتنسف البلد، ابتدوا بقى يتريقوا ومش عارف مخالف ايه وايه اللي تلاقوا اسمها. المهم انا قلت لك يا احمد 3 مواد في الدستور دول قنابل. الماده الاولى ماده 154 اللي هي حاله الطوارئ. يعني رئيس الجمهوريه بعد اخذ راي مجلس الوزراء، يعني رئيس الجمهوريه ياخذ راي مجلس الوزراء حاله الطوارئ أصدرها لازم وزير القوى، يجب عرض هذا الاعلان على مجلس النواب خلال الايام ال7 التاليه يقرر ما يراه بشانه. يعني الاول رئيس الجمهوريه لا يملك، تاني لا يملك انه ياخذ قرار بالطوارئ الا باخذ راي مجلس الوزراء، والقرار ده يتعرض على مجلس النواب ومجلس النواب يوافق عليه. تمام؟ تكون البلد ولعت. 2 في جميع الاحوال تجب موافقه اغلبيه عدد اعضاء المجلس على اعلان حاله الطوارئ. يعني لازم الاغلبيه توافق. ويكون اعلانها المده محدده لا تتجاوز 3 اشهر. ولا تمد الا لمده اخرى مماثله. بعد موافقه الثلثين، يعني انا ما اقدرش كمجلس نواب رئيس الجمهوريه يشوف ايده مقيده ازاي عشان يعلن الطوارئ. لازم يرجع لمجلس الوزراء ثم يرجع لمجلس النواب ومجلس النواب بالاغلبيه. ده 3 اشهر الاولانيين ثم 3 اشهر الثانيين لازم الثلثين. خلي بالك الثلثين وما يتجددش الا مده واحده. في بلد في حاله حرب ده يبقى دستور؟ ايه القرف ده؟ مين اللي عمل القرف ده؟ 2 القضاء العسكري 204 لا يجوز ماده فقرتين ماده 204 لا يجوز محاكمه مدني امام القضاء العسكري. ركز بقى احمد النبي، مدني امام ايه؟ القضاء العسكري. ارهابي تعظيم سلام الا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشر على المنشآت العسكريه او معسكرات القوات المسلحه او المناطق العسكريه او الحدوديه او معداتها او مركباتها او اسلحتها او ذخائرها او مصالح الحربيه. تمام؟ طب انا على كنيسه، طب انا على جامع، طب انا على مدرسه، طب انا على مستشفى. الله يخرب بيتكم، انتوا خربتوا البلد. انتم خربتوا البلد. 50 واحد خربوا مصر وجاي تتكلم في احمد. انا النهارده الارهابي ده لو ما كانش فجر نفسه وتم القبض عليه يبقى القضاء المدني، والقضاء المدني عنده قانون اجراءات، وقانون الاجراءات ممكن يرد القاضي. مش ده اللي كان بيحصل؟ وبيحصل. مين اللي عمل الدستور ده؟ البرادعي وعصارته. تاني البرادعي وعصارته هم اللي اختاروا. كان ايام السيد عدلي منصور موجود ولا اسمه مصطفى حجازي ومش عارف اسمه ايه ده، مصطفى حجازي تلميذ البرادعي، واختاروا الكلام ده. تعالى بقى الماده الاهم. طب انت بنقول عايزين نعدل الدستور 236 لرئيس الجمهوريه او لخمس اعضاء مجلس النواب طلب تعديل ماده واكثر مواد الدستور. تمام؟ الفقره الاخيره في جميع الاحوال لا يجوز تعديل الدستور في المواد المتعلقه بانتخاب رئيس الجمهوريه. موافقين يا عم؟ او مبادئ الحريه، يعني ما اقدرش انا اغير حاجه في القضاء العسكري او المساواه ما لم يكن التعديل متعلقا بمزيد من الضمانات. عارف يعني مزيد من الضمانات؟ يعني عايز اقول اللي غبي روح بقى يا ابني خلاص انا مش عايزك. ده اللي عمل الدستور. اللي بتاع افلام البورنو هو اللي عمل الدستور. كلام واضح. ونخش المجلس يقول لك الدستور ده قران. لا مش قران. لا مش قران. مصر نمرة 1 ونمرة 2 ونمرة 3 ونمرة 5 واللي مش عاجبه يطلع
طب ايه الحل؟ ايه الحل دلوقتي؟ يا فندم الحل تعمل دستور جديد فورا. فورا دستور جديد. طيب لا قبل ما نعمل دستور خلينا دلوقتي يا سياده المستشار. ما تقدرش تعدل المواد يا احمد. ما تقدرش. عشان 234 مش خلاص ايدتك. ما تقدرش. هو كتفك. خلي بالك. هو عارف يعمل ايه. البرادعي يخرب مصر وجوه وخارب مصر وبره. ده رقم واحد. رقم 2 هو تركيا ولا قطر كثير عن مصر دي؟ يبقى قطع علاقات وطرد السفراء. قطع علاقات وطرد السفراء فورا. مفيش فيه اعذار. نمرة 3 هو حضرتك مش عندك الولد اللي هو تبع جماعة الاخوان المسلمين وقال لك لما مرسي مش هيحصل تفجيرات وتفخيخات؟ عندك انت ده، عايزك توريه تاني للناس عشان الاخوان بيقول لك ده مش احنا. تمام؟ في كل موقع صدقني يا احمد حتى اللي عندي في نادي الزمالك كارهين نفسهم. لو بعت لك الصور بتاعتهم اللي هم الاعضاء، بس انا خدت قرار خلاص. كل من ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين في النادي بره النادي. هتعرفوا ازاي؟ انا جبته خلاص. لا حددت اعضاء الاخوان هترفدهم؟ عندي 500 واحد. هتفصلهم بره النادي واللي مش عاجبه يشتكيني. هبعت لك الصور بتاعتهم يا احمد بمداخليه على ميزانيه. هبعتهم لك تشوفهم. خلاص اتفحصوا. اخوان هبعت لك الصور. هتطهر نادي الزمالك من الاخوان؟ اي مرجع يا ريت. انا عندي لما بيجي لي اخبار من بلدي بشالوش مدرسه ثانوي ودي المدرسه اخوان ومراته اخوان والتربيه والتعليم نايمين والتعليم العالي نايم. بس نايمه يا احمد. وهتلاقي في كل موقع اخوان. كل موقع اخوان. هتلاقي في كل موقع والبلد كل يوم ناس هتموت بالطريقه دي. كل يوم. وبعدين العمل ده لا ينتمي للاخوان. طب عايز اسال سؤال، اشمعنى ما حصلش في مصر الا لما مرسي مشي؟ اشمعنى ده ما حصلش في مصر الا لما اتقبض على الحريه والعداله؟ اشمعنى ما حصلش في مصر الكلام ده قبل كده؟ انا فاكر انه حصل. امتى بقى؟ نفتكر مع بعض. لما تم اغتيال النقراش وتم اغتيال احمد ناهر وتم اغتيال الخزندار. تمام؟ نرجع تاني بقى للذاكره واغتيال هشام بركات الشهيد هشام بركات. نعم. ومحاوله اغتيال محمد ابراهيم وزير الداخليه. احنا نضحك على نفسينا ولا على بعضينا؟ نمرة 4 العيال الصايعه المجرمين اللي في قطر وتركيا. الواد اللي اسمه زفت الطين ده ابن علو مطر وايمن نور. ما بتسكتوش جنسيتهم ليه؟ انا مش فاهم. يا سياده رئيس المخابرات العامه والحربيه، انا عارف عندي مخابرات على اعلى مستوى. احنا نقدر نجيبهم والله نقدر نجيبهم متكتفين، لان دول هم اللي بيحرضوا على قتل ولادنا. انا بس بشهد في الكنيسه الطفله الصغيره اللي مرميه على بطنها دي. هو في سؤال، انت لما جبت القداس لمده دقيقه كانوا بيقولوا الله ولا كانوا بيقولوا ايه؟ مش كانوا بيقولوا الله زينا؟ ناس بتصلي. لا بيقولوا الله. نعم. الله بتاعنا ربنا اللي خلانا كلنا، ولا كانوا بيقولوا حاجه ثانيه. تمام؟ نمره 5 و6 هم طبعا مش وقت دلوقتي عتاب وحساب للاجهزه الامنيه. انا عندي ضباط ماتوا. عندنا شهداء النهارده. ضباط استشهدوا. مش وقته. شوف انا عملت استغفار المره اللي فاتت، خلي بالك. المره دي بقول لا مش وقته. لان المستهدف انا عندي رئيس محكمه شبين استشهد. تمام؟ المستهدف كله مسلم ومسيحي وقاضي وظابط. لا وهدف كمان يا سياده المستشار النهارده اسقاط مؤسسه الشرطه مره ثانيه، ان يبقى في حمله على الشرطه. يلا بقى نخلص من ونبدا من اول جديد. نخلص بقى من الدوله مؤسسات الدوله. ونبدا من اول جديد. ونخلص من البرلمان وكل سنه وانت طيب بقى. لا ما في حمله ضد البرلمان شغاله يا باشا. وقله ادب وسفاله وشتيمه كل يوم في البرلمان، وواقعه بين البرلمان والقضاء، واقعه بين البرلمان ورئيس الجمهوريه. هو ده اللي احنا فيه دلوقتي. سياده الرئيس طبعا الزياره الناجحه اللي حضرتك عملتها لامريكا تعبت ناس كتير قوي. وهم اعتقدوا ان اللي استقبلوك دول اخوه اقباط. لا، كانوا اقباط ومسلمين مصريين كلهم مصريين. نعم. واستحاله هتموتوا 92 مليون مسلم ومسيحي. نعم. استحاله. نعم. انتوا عندكم هتموتوا 92 مليون مسلم ومسيحي صعب، لكن احنا في ايدنا هذا الدستور فورا يلغى. شكرا. طب مجلس النواب دلوقتي مش من حقه يعدل قوانين او يعدل مواد؟ مش من حق مجلس النواب يعمل كده؟ يا استاذ احمد من حقه. بس النص واضح. ماده 226 في جميع الاحوال لا يجوز تعديل نصوص متعلقه باعاده انتخاب رئيس الجمهوريه على الموافقين.
الراجل قال لك مش عايز اكتر من مده او مدتين. طيب اعدي المواد، احيل كل هذه القضايا للقضاء العسكري، مش في ايدي الكلام ده. ما اقدرش يا فندم، لان القضاء العسكري متعلق بمياد الحريه، ما اقدرش. ده هم يا سياده المستشار، انا بقى الناس، هو حريه مين اللي دخل حريه؟ يا استاذ احمد، لما انا حاكم الارهابيين دول فين الحريه؟ يا استاذ احمد، كل حرف في الدستور كان مكتوب بعنايه ازاي يفجر البلد. الموضوع ده ما اتكتبش عباء ولا هباء، ده هو كان عارف يعمل ايه. انا البرادعي وانا مصطفى حجازي اللي رجع بيكتب دلوقتي في مصر اليوم، وانا الولد بتاع عمارة يعقوبيان، وانا شادي. الله، انت عايز تعاقب بقى؟ هو مين اللي جاب محمد مرسي بالتزوير؟ فين شادي وفين دادي فين دول؟ انا كنت اللي فيه كان عندي قضية قريب في محكمة جنايات، فالتقيت بالسيد المستشار هشام عبد المجيد اللي عنده القضية بتاعت التمويل الاجنبي. التمويل الاجنبي. انا ما كلمش في قضيتي اللي كنت رايحها. انا سالته، كان قدام السيد الرئيس، قلت له من فضلك البلد بتضيع، من فضل حضرتك البلد بتضيع. احمد بيه لو تفتكر، انا من حوالي اسبوع كان عندي عتاب للسيد المستشار النائب العام. تمام. عايز اقول لك حاجه، بعديها على طول عيال اتجرمت من الالتراس اللي هم الجناح بتاع الشبابي بتاع الاخوان في النادي الاهلي. معالي النائب العام حبسهم 4 في الوضع 15 ومحبوسين. مفيش عيل قرب من النادي الاهلي تاني. في اسكندريه يا باشا 93 واحد خدوا 3 سنين السجن، مفيش عيل قرب تاني. عارف ليه؟ عشان زي ما قلت قبل كده، وزي ما كان في اتار النهارده بقى، مش بتاع المفروض ما شيتش، لكن بقول اهو لما حصل في عقاب وحبس حتى على الاقل الاب يحس ان ابنه قليل الادب. يا سياده المستشار، النهارده حضرتك بنتكلم على الايد القويه، اتخاذ اجراءات، لان انت طول النهارده ما انت سايب، هو عمال يضغط عليك ويقول لك خرج مرسي وخرج الارهابي اللي في السجون ومش عارف اعمل ايه، والمحاكمات النهارده القضاء يعني مكلل او ايديه مغلوله بالقانون. فلا انت عندك قوانين وعندك الدستور، المساله صعبه. هو مستشار معتز خفاجه ده مش كان هيفجروه؟ ما حاولوا يقتلوه. هم سابوا هشام بركات ده المحترم، مش كان يقتلوه. ومستشار زكريا عبد العزيز، خلي بالك، ومحمد ابراهيم كان وزير الداخليه. فالنهارده مش وقت ان انا بعاتب الداخليه، اسف. انا وقت الداخليه والجيش والشعب والاعلام. يا احمد، في اعلام فاسد، في اعلام معجور، الاعلام اللي عايز يحطم التلفزيون المصري. خلي بالك، دي في السياسه حضرتك سايب قنوات وسايب جرايد فاتحه مجال للاخوان وبتعمل مصالحه ودعوات، ودول مش ارهابيين ما تعملهمش كلهم حاجه واحده، ورؤساء تحرير يكتبوا مقالات يا جماعه انتوا عايزين ايه بالظبط؟ اخوان كلهم حاجه واحده ازاي؟ وسايبين كتاب بيدافعوا عن الاخوان طول النهار. دي بلد لا تواجه الارهاب كده. يا سيدي، شوفوا تركيا عملت ايه مع الارهاب يا سيدي. شوف مين غير فرنسا بلجيكا والسويد. الله، يعني بس انا عايز بس اقول للناس ان اللي بيحصل ده لم يحدث في تاريخ مصر الا في برضه فتره لما كان الجماعه للاسف الشديد الواحد، انا واحد من الناس يا احمد، في كل الانتخابات كانوا بيصعبوا عليا، صدقني. النهارده كانت القصه مش دين، القصه انا عايز الحكم. ومحمد مرسي قعد سنه ملا البلد ارهابيين، يا نهار اسود، وملا الدنيا بلد سلاح. اما لو كان قعد 2 و3 و4 كانت مصر كلها اتفجرت. سيادة الرئيس، حضرتك الناس وثقت فيك وفوضتك تحارب الارهاب. حضرتك ما تبصش للدستور، اعتبره مش موجود. انا اللي بقول لسيادتك، مش انا راجل قانون وفي لجنه تشريعيه وكل دون، بقول لسيادتك هذا الدستور هو القنبله اللي بتنفجر كل يوم فينا دلوقتي. حضرتك الجيش ينزل ويأمن، حضرتك الدستور ده تسامي اللجنه من الناس الدستوريين المحترمين. انت عارف الدستور الفاوي قال لك تعالى نقابه المحامين هات وكيل المحامين. عاملين لجنه اسمها حمايه الدستور. حمايه الدستور. ده الدعوات، كل ما تتكلم يقول لك انا بتاع حمايه الدستور. يا فندم شكل لجنه يروحوا يقعدوا كده لمده اسبوع. عندنا اساتذه كتير في القانون الدستوري ما يعملوش دستور فاوي، ما يعملوش قنابل موقوته. وبقول لكل ام واب وزوج وزوجه، الله يرحم شهدائنا المسلمين والمسيحيين. وعلى فكره والله العظيم كل ما بيعملوا كده الناس بتحب بلدها اكتر. مصر ربنا حاميها في القرآن، واللي يقدر يقتل 92 مليون مصري يقول. وفي النهاية انت بتثبت لكل يوم، يعني حتى لو كان حد متعاطف معاك يا اخوان المسلمين او كان فاكرك انك انت راجل بتاع ربنا والدين، اللي انت عملته ده لا علاقة له بالاسلام ولا بالمسلمين. هذا هو الكفر بعينه.
مش في حاجه اسمها بيفسد في الارض؟ ها؟ انت بتفسد في الارض، انت بتقتل نفس من غير نفس، انا عايز اعرف الطفله اللي قتلتها دي انت قتلتها ليه؟ قتلتها ليه؟ هل في القران الكريم قراننا مكتوب كده اقتل طفله بدون ذنب؟ ده الاسلام؟ لا. ده المسلمين؟ لا. سيادة رئيس تركيا وقطر بيمولوا، دي شغل مخابرات على اعلى مستوى. بيمولوا وبيقوا الارهابيين عندهم بالظبط، وهم اللي ورا ده. دماء شهدائنا دي مسؤول عنها قطر وتركيا. شاف الطفله الصغيره دي عملت ايه؟ الطفله دي عملت ايه؟ ده في اطفال سنه وكم شهر. البنت اللي راميه انها نايمه على وشها دي الشهيده دي عملت لك ايه؟ هو انت عارف ربنا مش عارف الدين؟ انت عارف ان في ربنا، عارف ان في ربنا مش تعمل كده، والله ما تعمل كده. وطالعين النهارده شماته زي اسرائيل بالظبط. شماته فين النهارده؟ شماته في الشهداء النهارده. استاذ احمد، الدوله القويه ما بتتهزش، الدوله القويه ما بتخافش من واد عنده فيلم بورنو، الدوله قويه، الدوله قويه ما بتخافش من يمين والشمال. 10 12 عيل بيطولوا لسانهم، اتفضل بره. وبعدين بصراحه انا متغاظ النهارده انه ازاي عندنا شهداء في كل حته النهارده، وفي ماتشات بتتلعب واتحاد الكره ما ياخدش قرار بوقف الماتشات النهارده، ولا يا هباب الغاء الماتشات النهارده، بلا نيله بلا زفت. يعني كمان حاجه تجنن انه حتى اللي بيدير المنظومه دي مش جريان. انت كلامك صح. اولا انا عملت حداد في نادي الزمالك، تمام؟ نمره 2 كلمت هاني ابو ريده قلت له من فضلك اوقف جميع المسابقات الرياضيه في كره القدم وغير كره القدم. مش ممكن عندنا الدم ده، ها؟ احنا بنتخانق على جول ومش جول. خلي بالك انا لسه قافل معاه من ساعه، يا ريت تطلبه وتقول له انا لسه قافل معاه من ساعه. مش قدم بس، قدم وسله وطايره، جميع الالعاب. ده بسيط جدا. لا عندنا حداد 3 ايام حداد، لا كوره ولا زفت ولا حاجه ولا يده ولا الكلام ده كله. لسه بسيط جدا. برجع بقول تاني، دم الطفله دي دمها يساوي كام عند المصريين؟ ماليش دعوه بدينتها ايه، دي روح انسانه. طفل عندها 3 سنين. مش احنا كلنا بكينا الطفله دي؟ ايوه احنا مش كلنا بكينا على الولد السوري اسمه اياد باين اللي لقوه نايم على الشط كان هيغرق وجابوه غرقان على الشط. نعم. الطفله دي دمها عند مين؟ عند المسلمين. الاسلام مش كده، الاسلام مش كده يا احمد. سيدنا محمد لما فتح مكه عليه الصلاه والسلام مش كان ممكن دبح في كل الكفار اللي اذوه؟ ما لمس حد. مش كده؟ قال لهم انتوا طلقاء. انتوا جايبين الكلام ده منين؟ من انهي دين؟ لا بجد، من انهي دين؟ من انهي مله؟ ومحمد ناصر وايمن نور ومعتز وزرع ومنع ربي وعمرو عبد الهادي دول يا بيه يجوا في صناديق. وجمال حشمت وكل يا بيه دول كلهم يجوا في صناديق يا دوله، يجوا في صناديق.